الدولار ملك بلا عرش. أنا خالد حسني وهذه قصة اليوم. تخيل لو أن لكل عملة في العالم قصة، لكانت قصة الدولار الأمريكي هي الأكثر إثارة وتشويقا. إنها قصة صعود ملك لم يولد في قصر من ذهب، بل في عالم محطم بعد حرب عالمية. تم فرض سيادته حتى أصبح مقياسا لكل شيء، لكن قصته لم تنتهي بعد، فعرشه ليس آمنا إلى الأبد. بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، كان العالم في حالة فوضى اقتصادية. حينها كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة الوحيدة التي خرجت من الحرب قوية وصامدة. في عام 1944 اجتمع قادة العالم في مكان صغير يدعى بريتون وودز ليصنعوا نظاما جديدا للعالم. هنا ولد الدولار كملك متوج. اتفق الجميع على أن تربط عملاتهم بالدولار، بينما الدولار نفسه كان مربوطا بالذهب، مما منحه ثقة لا حدود لها. كان الجميع ينظر إليه كعملة آمنة تبنى عليها الاقتصادات وتعقد بها الصفقات. مرت السنين والسنين والدولار يزداد قوة، أصبح كالعملاق الذي يجلس على عرش التجارة العالمية. لا يهم إذا كنت تبيع النفط من الشرق الأوسط، أو تشتري القهوة من أمريكا اللاتينية، أو حتى كنت تتاجر في المعادن الثمينة. كل شيء كان يسعر بالدولار، وهذا الطلب الهائل جعل البنوك المركزية حول العالم تتسابق لتخزين كميات ضخمة منه في خزائنها، ليس فقط كعملة بل كضمانة لاستقرارها الاقتصادي. إن الدولار لم يكن مجرد وسيلة دفع، بل أصبح لغة التفاهم العالمية في عالم المال والأعمال. كلما اهتزت الأسواق هرع المستثمرون من كل حدب وصوب لشراء الدولار، لأنه الملاذ الآمن الذي لا يهتز. لكن شبح المنافسة يلوح في الأفق، فحتى أعظم الملوك لا يحكمون إلى الأبد. اليوم يلوح شبح التغيير في الأفق، مع صعود قوى اقتصادية جديدة مثل الصين التي تسعى لترويج عملتها اليوان لتكون منافسا قويا. ومع تزايد التكتلات الاقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي وعملته اليورو، بدأت التساؤلات تطرح: هل يمكن أن يفقد الدولار عرشه؟ المنافسة لم تعد سرا، بل أصبحت واقعا ملموسا. تزداد الدعوات لإنشاء نظام مالي عالمي متعدد العملات، لا يعتمد على عملة واحدة فقط. ستخسر الولايات المتحدة الكثير من امتيازاتها الاقتصادية، مثل القدرة على الاقتراض بسهولة، بينما قد تظهر عملات أخرى كأبطال جدد. وقد يتحول نظامنا المالي العالمي إلى نظام متعدد الأقطاب، حيث تتنافس عدة عملات على قيادة المشهد. قد لا يكون هذا التغيير كارثيا للبعض، بل قد يكون فرصة لإعادة ترتيب الأوراق المالية العالمية. لكن الأكيد أن رحلة الدولار لن تنتهي، فعرشه ليس ملكا أبديا. أنتم هل تعتقدون أن الدولار سيستمر في الحفاظ على مكانته، أم أننا على وشك مشاهدة نهاية عهد وبداية عصر جديد؟